امبارح شفت كده انترفيو لاحمد مرتضى منصور مع عمر ربيع ياسين، بيقول له الفرق بين الاهلي والزمالك. طب اسمع وتعالى. فرق بين الاهلي والزمالك. الاهلي ما عندوش نجم، اوكي. الفريق هو النجم. ماشي. لا يعلو شيء فوق الاهلي. احنا عندنا في الزمالك ده لولو، ده ميمي، وده حبيبي، وده الجمهور بيعملوا ده تهيج. سمعت احمد مرتضى منصور هيجي واحد يقول لي يا عم انت بتطبل له عشان خاطر هو وابوه في مشاكل في النادي فبيقولوا كده. طب نسمع معتز زينو برضه قال ايه ونيجي تاني. الاهلي والزمالك ده ماتش، اي ماتش قمه. طبعا. الاهلي هوريك الفرق بين هنا وهنا في ماتشات القمه. انا لعبت هنا وهنا ماتشات قمه كتير، تمام. سواء وانا في الزمالك لعبت ضد الاهلي وانا في الاهلي لعبت ضد الزمالك. بص بقى الفرق، لعبت الاهلي لما رحت الاهلي عندنا الزمالك بنروح المعسكر عادي، لعبنا الماتش وخلصنا، طبيعي ان الاهلي بيكسب. انا 5 سنين كسبت فيهم الزمالك، ماشي. كل ماتش قمه بنكسب. تلاقي تاني يوم الصبح بتاع الجزئيه كان التجمع 7:30 الصبح، كل اللعيبه 7:30 تلاقيها موجوده بالنجوم. ما ابو تريكه بقى نجم النجوم جايب الجول امبارح لسه من كام ساعه، اغيب او انزل بقى رجلي مش قادر اعمل تلج ومحدش هيقول له حاجه، اتعود. ما انا النجم كله تلاقيه في التمرين الساعه 7:30 زي الكتاب ما بيقول. تعالى الناحيه الثانيه في الزمالك، السنه دي اللي كسبنا الاهلي رايح جاي، تعالى بقى تاني يوم التمرين اللعيبه كلها انا كسبان بقى. الاهلي بالنسبه لهم لما الزمالك يكسب الاهلي انت كده عملت. الناحيه الثانيه عادي ماتش زي اي ماتش ب3 بونت، تلاقي اللعيبه كلها ايه فعلا. هنا بقى تلاقي اصل الكابتن مش هقول بقى اسماء، لا قول اسمع. ممكن ما يجيش تمرين، جمال حمزه ما يجيش التمرين اصلا، احنا كسبانين. سمعت يونا ليه؟ وعلى فكره كتير من الزمالكاويه بيقولوا كده على فكره. عشان كده يا جماعه جمهور الزمالك وجمهور الاهلي الاثنين على راسنا من فوق. ولكن انا بعرفك الفرق بين الاهلي والزمالك. الاهلي خد بطوله، خد مش عارف ايه، بيقفلوا تاني يوم اللي عندهم تمرين ينزلوا التمرين، ولكن حاجه حصل عكس الزمالك ممكن ياخد بطوله يقعد عليها 6 شهور 7 شهور، وكذا اعلام قالها زملكاوي كمان. فده الفرق بين الاهلي والزمالك. عشان الناس ما تجيش تقول لك انت بتطبل الاهلي ليه؟ والله العظيم ما بطبل، اقسم بالله ما بطبل. احنا بنقول النظام هنا والنظام هنا، فالنظام هو او الاداره هي اللي فارقه هنا. ده اللي فارق بين الاهلي والزمالك على فكره. ان الاهلي خد بطوله، اقفل البطوله عندها بطوله تاني يوم، عكس الزمالك. قال احمد مرتضى قال لك الهاك الاهلي كلهم نجوم مفيش نجم الواحد، عكس الزمالك. وينو قال لك لما كنا بنكسب الزمالك كان كله بيجي تاني يوم، ولا كان في حاجه بقى ابو تريكه نجم النجوم. سمعتوا اينو؟ عكس ما كنت في الزمالك. ده اينو اللي بيقول كده. تاني يوم بقى تلاقي لعيب ايه رجليه شده وبيتدلع مش عارف ايه لما يكسبوا الاهلي يعني. فالفرق يا جماعه والله الفرق كبير. مع احترامي للزمالك والله مش تقليل منه، لا كان زمالك على راسه من فوق، نادي كبير ونادي محترم ونادي ليه تاريخ، ولكن الفرق كبير.